شو قصة البطريق يلي طبل السوشيال ميديا وصار ترند بكل مكان؟ في قطيع بطاريق ماشيين وعايشين سوا بالبرد والثلج، حياتهم معروفة ووجهتهم أيضا معروفة بالنسبة للكل، وتكرار دائم بحياتهم. وفجأة واحد من البطاريق يصحى على شي غريب، بيلف راسه وبيمشي بعيد عن الكل بطريق بعيد بدون وجهة، لا مكان لا أكل لا مي ولا حتى شي واضح قدامه، بس ماشي كأنه عنده سبب نحن ما بنعرفه. البطريق مشى حوالي 70 كيلو متر لحاله بعيدا عن الكل. طبعا البطريق لا رجع ولا تردد أبدا وكمل لحد ما انتهت القصة. العالم شافها مأساة، بس ليش نحن تأثرنا فيها لهاي الدرجة؟ يمكن لأنه نحن كمان عايشين بقصة القطيع، يمكن نفس الحياة، نفس اللبس، نفس الأفكار، حتى أحلامنا صارت جاهزة ومعلبة. حياتنا مرسومة وروتينية، وأوقات بتحس إنك إذا بقيت ماشي مع الكل راح توصل، بس لوين؟ مو للمكان اللي بدك إياه. يمكن البطريق ما كان ضايع، يمكن كان عم يختار، حتى لو كان الاختيار صعب، حتى لو الطريق ما له نهاية واضحة. بس هون الفرق المهم، الخروج من القطيع مو بطولة لحاله، والمشي بعكس الكل مو دايما شجاعة. السؤال الحقيقي، انت عم تمشي لانك مؤمن بطريقك ولا بس لانك زهقت ومليت من الباقي؟ اذا بدك تكون مثل هذا البطريق، كون واعي واعرف ليش عم تترك، واعرف لوين رايح وشو هو هدفك، لانه الحرية قرار مو ردة فعل. خلص الحكي.